داخلين على رمضان، يبقى لازم تعملي الحركة ديت. ما ينفعش تدخلي رمضان وايديكي فاضية. تعالي كده وهاتي شوية من الكركديه، وتعالي نعمل احلى واطعم حاجة ممكن تعمليها طول شهر رمضان. تفضل موجودة عندك كل يوم، ولا تتعبي نفسك ولا اي حاجة. اهم حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك. بس هنجيب النوع التاني من الكركديه. ازاي يعني؟ مش فاهماكي. هو نوعين؟ ايوه نوعين. في نوع بيتباع زهرة كاملة، وفي نوع بيتباع الورق زي ما انت شايفة كده. هجيب الورقة اللي متفرغة اللي بالشكل دوت. دي بيكون سعرها اقل شوية عن الزهرة الكاملة. هجيبها واغسلها كويس جدا وانشفها على فوط المطبخ، او هحطها على صينية زي ما انا عملت كده، وهسيبها تنشف لحد ما تسمعي الصوت بتاعها. بعد كده هجيب بقى المطحنة بتاعة الخلاط، وهبدأ ان انا اطحن الكمية كلها. الكمية اللي معايا ديت تقريبا كده اقل من الربع كيلو يعني، 8 كيلو، 125 جرام يعني. طحنت كده شوية حلوين زي ما انتوا شايفين. ومش بس كده، لا ده انا هطحن بقية الكمية. بس اهم حاجة بعد ما تطحنيها تعديها على منخل او مصفى، واللي هيفيد منك هتطحنيه تاني علشان خاطر بس ما يبقاش فيها رواسب وانت بتشربيها. بعد كده خلاص خلصت الكمية كلها بالطريقة ديت. هجيب بقى معايا ملح ليمون واحط ربع معلقة صغيرة. طبعا نقدر نستخدم نستبدل ملح الليمون بعصرة ليمونة. هحط بقى من كوبايتين ل5 كوبايات من السكر، على حسب كمية السكر اللي انت عايزاها. انا بصراحة حطيت هنا كوبايتين، وكل ما اجي اعمل العصير هزود معايا سكر. اما لو انت عايزه تريحي بالك فحطي كيس سكر كامل، وابداي قلبيه في قلب البودره بتاعه العناب بالشكل دوت كده. طبعا في المرحله دي هجيب بقى معايا شويه كده ميه في بخاخه، او حتى بايديكي كده تبداي اللي انت ترشرشي عليه شويه ميه. كل ما تحطي شويه ميه تبداي اللي انت تقلبيهم في قلب بعضيهم. انا عايزه البودره بتاعتي ديت تبقى عامله زي الرمله المبلوله. اظن الموضوع سهل وبسيط، وكمان هيسهل عليكي كتير جدا في شهر رمضان ان شاء الله باذن الله. شوية مية حلوين. انا ما كملتش معايا يعني اقل من ربع كوباية، وكنت خلصت الكمية اقل من ربع كوباية مية. بس طبعا انتي لو ما لقيتيش الكركديه اللي هو اللي انا جايباه، تقدري تجيبي الزهره الكامله، مفيش اي مشاكل خالص. هحتفظ بيه بقى في علبه تكون ناشفه كويس جدا، ما فيهاش ولا نقطه ميه، واحطه في دولاب المطبخ. مش لازم تلاجة ولا اي حاجه. كل يوم بقى قبل الفطار كده بحوالي 10 دقايق هتكوني مسقعه ازازه ميه، وتجيبيها وتحطي لكل كوبايه من الميه هتحطي معلقه كبيره من بودره العناب ديت، وهيديكي طعم حلو قوي. اهم حاجة بس لو حسيتي فيه رواسب يبقى تعديه على منخل، علشان خاطر ما يبقاش فيه رواسب كتير معاكي. كده خلاص خلص معايا. قد ايه طعمه حلو جدا. ده عناب سريع بسيط زي ما انت شايفة كده، بكمية قليلة جدا تقدري تعملي كمية كبيرة تفضل موجودة عندك طول شهر رمضان بنفس الطريقة. اظن واضح وصريح. يلا اعملي لايك وصلي على الرسول في الكومنتات.